السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. استكمالا لسلسلة الفيديوهات بتاعة المشاكل اللي بتقابل الانسان وازاي نحلها قبل ما تتطور المشاكل النفسية. هنقول دلوقتي خطوات عملية ازاي اول ما تقابلنا مشكلة ازاي نتعامل معاها. اول حاجة التسليم. لازم نسلم ان المشكلة ديت من عند ربنا. ما اخطأك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك. اي حاجه حصلت لك هي بتقدير من ربنا، ومهما عملت كانت هتحصل. واي حاجه ما حصلتلكش مهما عملت ومهما زي ما بيقولوا فتحت في الصخر مش هتحصل، فهي مش هتحصل. فنبطل جلد الذات ويقول لو عملت او لو ما عملتش. تمام، دي اول حاجه، تسليم قدر الله وما شاء فعل. تمام، ايا كانت المشكله. تمام، حتى لو خناقه بسيطه، ادي اول حاجه. بعد كده بقى احنا كده تسليم لامر الله. بعد كده بقى ايه؟ تفويض. مشكله يعني ابتلاء، حاجه منغصه عليا حياتي، يعني ابتلاء من عند ربنا. ابتلاء يبقى لازم ايه؟ افوض امري لله. ادعيه بقى لازم بنقولها، بندعي في كل وقت: اللهم تولني في من توليت، رب اختار لي ولا تخيرني لو انا محتاره بين امرين، اللهم دبر لي فاني لا احسن التدبير. ودايما ادعيه بنفوض فيها الامر لله. تمام، يبقى احنا كده سلمنا، وبعد كده فوضنا الامر لله ودعينا له كتير. بعد كده بقى بنبدا ناخد بقى يعني احنا كده علقنا قلوبنا برب الاسباب. نيجي بقى ان احنا نحاول ان احنا ناخد بالاسباب الدنيويه الممكنه في ايدينا. بنكتب المشكله وبنكتب حلولها اللي احنا شايفينها. طيب الحلول دي ممكن تكون صح وممكن تكون غلط. طب انا شاكك ان انا اصلا بفكر صح او بفكر غلط، يبقى زي ما قلنا هنلجا لحد يساعدنا في المشكله دي. طب انا عندي مشكله اهي وحلولها كذا كذا كذا، طب انا صح ولا غلط؟ وانهي حل اسلم بالنسبه لي؟ انا متردد، يبقى اخد راي حد. يا ريت لو استخير ربنا على اي قرار باخده عشان ابقى مطمن لو حاجه انا حيران فيها. تمام، بعد خلاص استخرت ربنا، بعد خلاص اما خدت راي الناس فخلاص. تمام. طيب لو هي مشكله متشعبه في مشاكل كتير عندي، اكتبهم وناخد ايه الايسر ونتدرج. اللي اسهل في حلها احلها الاول عشان ما بقاش مكركب دماغي ومش عارفه احل حاجه. يبقى احل الاسهل وبعدين اخد الاصعب سنه. ما ابداش بالمكلكعه وانا سايب الباقيين وهي مش بتتحل وانا قدامي مشاكل كتير شاغله دماغي. لا، ابدا بالاسهل واحلها. عندي 5 6 مشاكل، يبقى احل واحده 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 لغايه لما اوصل لاصعبهم وابدا احلها. طيب في وسط واحنا بنحل المشاكل دي بقى ما انساش اعيش حياتي بكل الحلو اللي فيها. المشكله اهي على جنب، اعيش حياتي وانبسط بيها على قد ما اقدر عشان ما تبقاش الحياه سودة خالص. هي المشكله ان شاء الله باذن الله هتتحل، بس ما انساش ان اعيش حياتي وانبسط على قد ما اقدر بكل الامكانيات المتاحه عندي. لو عايزين تسمعوا الحلقه كامله هتلاقوا فيه ربط بينها بين الفيديو ده وبين الحلقه، ولو على الفيسبوك هسيبها لكم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.